ازيكم يا اصدقائي؟ والنهارده جايب لكم اقوى اضافه مجانيه لادوبي بريمير، ودي اضافه هتنفع اي مونتير او اي حد بيشتغل في الفيديو اديتنج زي. والاضافه دي بتنزل بستارتر باكج تشمل 14 تكست بوكس و15 تكست بريسيت واكتر من 10 ترانزيشنات واكتر من 25 سوشيال ميديا ايكونز و13 شيب اليمنت، واخيرا اكتر من 30 ساوند افكت. وعاوز اقول لكم ان البلجن دي انا شخصيا بستخدمها في فيديوهاتي. طيب تعالوا نروح الموقع ونشوف هننزلها ونسطبها ازاي. يا اصدقائي، اول حاجه هنعملها ان احنا هنخش الموقع بتاع مستر هورس، وهتلاقوني سايب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. وبعد ما نخش المفروض هنعمل لوج ان، وبعد كده هنيجي على الحته بتاعت برودكتس دي، ننزل على برودكتس فور بريمير برو. هتجيلنا الصفحه دي بتاعت البريمير كومبوزر، هندوس على learn more and download، وهنا هندوس على داونلود فور ويندوز. وبعد ما دوننا البرودكت من الموقع نبتدي نسطبه، فهندوس عليه وهنمشي مع الخطوات انستول. وبعد كده المفروض هندوس فينش، هيفتح لنا الصفحة دي. المفروض انتوا بتيجوا على الحتة بتاعة بريمير برو، وبتيجوا على البريمير كومبوزر هنا وتدوسوا انستول، وتنزلوا على الباكجز وتيجوا على الستارتر باك وتدوسوا انستول. انا عشان عندي الباكج مسطبها، فعندي ظاهر ان انا بيقول لي امسحها. نزلناها خلاص، تعالوا بقى نروح برنامج المونتاج ونشوف هنستخدمها ازاي. بعد ما عملنا سيت اب للبرودكت بتاع مستر هورس، عاوزين نجيبه. هنيجي هنا على قائمة ويندو، وهنيجي على اكستنشنز، وهننزل على بريمير كومبوزر اللي احنا لسه عاملين لها سيت اب، وهو هيفتح لنا القائمة دي. ونيجي هنا على ستارتر باكج، وندوس على السهم اللي جنبها ده، هنلاقي عندنا كل حاجة موجودة جوه الباكج احنا قلنا عليها في اول الفيديو. هنا اهو التكست بوكسز كلها باشكالها، وهنا التكست بريسيتس باشكالها، هنا الترانزيشنز اللي موجودة جوه، هنا السوشيال ميديا ايكونز، وهنا الشيب اليمنتس الاسهم والدوائر والحاجات اللي اغلبنا بيستخدمها في صناعة المحتوى، وهنا الساوند افكتات. طيب احنا عاوزين مثلا نستخدم حاجة منهم، فلنعتبر مثلا انا عاوز استخدم البريسيت ده، فيا اما هدوس على اختاره وادوس على كلمة اد، يا اما هاخده كده واحطه على الحتة اللي انا عايز احطه فيها. فلنعتبر مثلا انا عايز احطه هنا. تمام، هو كده اتعمل له import. احنا هنا الصفحة بتاعت الايديت بتاعتنا، نمشي شوية عشان الحركة تيجي. اوكي، نيجي هنا عند الحتة بتاعت التكست مثلا، نقوم هنا كاتبين اللي احنا عاوزينه مثلا. تمام، هنا نختار الفونت بتاعنا عايزين شكله يبقى عامل ازاي، فنعتبر مثلا نختار الفونت ده، وهنا نكبر في مقاسه ونتحكم فيه براحتنا. وهنا بقية التفاصيل بقى، احنا لو عايزين نغير لونه مثلا نخليه، ناخد الوتر دروب دي، خليه مثلا اللون ده، نقوم دايسين اوكي. وهنا لو عايزين نعمل له ستروك، خليه مثلا باللون الابيض، ندوس اوكي. وهنا لو عاوزين نظهر الستروك، اوكي كده نشوف. تمام كده البريسيت بتاعنا اتحط. فلنعتبر مثلا احنا عاوزين نحط ترانزيشن مثلا، وبرضه هنعمل فيها نفس الشيء، هنختار الحتة اللي احنا عايزين نعمل فيها الترانزيشن، فلنعتبر مثلا الحتة دي، و حط فيها مثلا ترانزيشن دي، باخدها واحطها كده، ونيجي نبص على الترانزيشن بتاعتنا، نلاقي الترانزيشن اتعمل. وهكذا الموضوع ينطبق على بقية الإضافات اللي موجودة عندنا، سواء ترانزيشن أو أيكون أو ساوند إفكت، كلهم بيتحطوا بنفس الطريقة. كده يا أصدقائي يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، ولو محتاجين أي حاجة اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله.
سلام.